عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. في مشكلة بتواجهنا في موضوع الشاشة، بنيجي نشغلها وندوس على الزرار بتاع الريموت مش بترضى تشتغل معانا. الحل إيه؟ هقولهولكوا حالا، بس الأول متنسوش تنزلوا تعملولي اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكملوا معايا الفيديو عشان اقول لكم المشكله بالظبط. كل المشكله بتبقى مكثف الطاقه اللي جوه البورده في المذر بورد اللي جوه الشاشه، بيبقى مخزن طاقه، بيبقى مخزن كهرباء. فالموضوع هنا ان احنا عايزين نفضي الشحنه دي من غير ما نروح لفني ولا نروح لاي حد. الموضوع شامل على كل الشاشات، كانت تورنيدو، شارب، ال جي، سامسونج، اي شاشة موجودة، حتى جاج وقطعوا اي شاشة موجودة، واجهزة كتير برضو. بيبقى حلها الموضوع ده ان انت بتبقى محتاج تفرغ الطاقة اللي موجودة جوه مكثف المذر بورد اللي جوه البوردة. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقوم جايين شايلين الفيشة كده، شلنا الفيشة بتاع الشاشة. بعد كده اللمبة بتبقى قاعدة معانا زي ما انتم شايفين. هنيجي هنا ندوس على زرار الباور، سواء اذا كان من هنا من تحت او من الجنب او من اي حتة. فاحنا دلوقتي هندوس على زرار الباور دوسة طويلة لمدة 15 ثانية، وبعدين هنشيل ايدينا ونحط تاني وندوس لمدة 15 ثانية، وبعد كده نحط الفيشة. لو عايز اكد لكم على كلامي ده ان احنا هنحط الفيشة دلوقتي واللمبة دي قدت اهي، تمام. هنشيل الفيشة، شلت الفيشة اهي، هدوس كده 15 ثانية، نرجع تاني ندوس كده 15 ثانية، نرجع نحط الفيشة، نشغل الشاشة، اللمبة الحمراء قادت، شغل الشاشة من الزرار ده اللي هي اشتغلت معانا، وكده تكون اتعملت معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.